تخيل تبص على ساعة واقفة بقالها 20 سنة بسبب قرار غلط انت اخدته في حياتك. كان في راجل كبير في السن عايش لوحده في البيت، بيت قديم كده على اطراف البلد. الناس كلها بتقول عليه غريب شوية عشان كل يوم في نفس الميعاد يقعد قدام ساعة حيطة مش شغالة اساسا. الساعة دي كانت بايظة، ما بتدقش ما بتتحركش، واقفة على نفس التوقيت بقالها سنين طويلة. حفيده كان بيروح له وبيقول له جده انت ليه مش بتصلح الساعة دي؟ الراجل كان بيضحك وبيقول لحفيده سيبها، هي عارفة شغلها. الولد ما كانش فاهم حاجة، وفي يوم من الايام الجد تعب جامد ودخل المستشفى. قبل ما يمشي نادى على حفيده وقال له اوعى تبيع الساعة دي، ولو حبيت تفهم ليه ابقى افتحها وشوف ايه الموجود جواها. بعد ما الجد توفى البيت بقى هادي تماما ومفيش غير الساعة دلوقتي، وحفيده راح عند الساعة. الولد الفضول بتاعه غلبه ومشي عند الساعة عشان يعرف ايه السر الغامض اللي قال له عليه كده، وفتحها من ورا ولقي تروس مسامير حاجات كده اللي هي بتبقى موجودة في الساعة، بس لقي ورقة صغيرة مطوية ومحطوطة جوه الساعة. فتحها وكان مكتوب فيها الساعة دي وقفت يوم ما قررت اني اجل حلمي، استنيت الوقت المناسب وضاع عمري، اوعى يا ابني تستنى الوقت المناسب زيي. الولد طبعا فضل ماسك الورقة ومش قادر يتكلم، وكان زعلان جدا على جده على حلمه اللي ضاع، وفهم ان جده كل يوم كان بيقعد قدام الساعة مش عشان هي قديمة ولا كده، لكن عشان يفكر نفسه كل يوم بالغلط اللي عمله زمان. ومن اليوم ده حفيده بدأ كل يوم يعمل الحاجة اللي بيأجلها، مش مستني فلوس، مش مستني فرصة، مش مستني حد يشجعه، بدأ وخلاص. ومن هنا بينتهي الفيديو. وإن كنت وصلت معايا لحد هنا عايزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وحط لايك عشان، وعايزك تشير الفيديو ده عشان زي ما انتوا فاهمين الفيديوهات العرضة بتاعتي مش بتجيب مشاهدات. والسلام عليكم.